يا مسا الخيرات عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده رغيف حواوشي اسكندراني اصيل. وطبعا الرغيف ده ينفع فطار وينفع برضه سحور، يعني الاتنين متاح عندنا ان احنا ممكن نعمله كده او نعمل كده. انا عامه عملته على الفطار. بصراحة الرغيف بيشبع جدا جدا، وممكن الواحد ما يكملوش كمان طبعا من كتر من ان هو مليان، وفي نفس الوقت كمان العيش تحسه كده ان هو ايه يعني منفوخ. بصوا، اول حاجة هنبدأ بيها اللحمة. هعصج اللحمة او يعني هظبطها كده واسيبها على جنب، وبعد كده هبدأ اعمل العجين. اول حاجة عندي لحمة مفرومة. بحب طبعا اجيبها من غير اي دهون خالص بالنسبة للحواوشي بالذات. وبعد كده بنزل عليه بالطماطم والفلفل بقى، سواء فلفل حراق فلفل الوان زي ما تحبوا. وهنزل ببصلة مبشورة. وبالنسبة للتوابل هضيف ملح وفلفل. هضيف شوية بصل باودر وبابريكا وتوم باودر، بس التوم مش كتير قوي، يعني مجرد ربع معلقة كده بسيطة. وهقلب كويس قوي المكونات دي مع بعض واسيبها على جنب. بعد كده بقى هبدأ اعمل ايه يا ستي؟ العجينة بتاعتي. اول حاجة هعمل تيست الخميرة بتاعي. حوالي نص كوباية من اللبن الدافي، دافي مش سخن، خلي بالنا. وهنزل على طول بالمعلقتين السكر والخميرة، وهقلبهم واسيبهم يعني 10 دقايق، ممكن 8 دقايق، مش اكتر من كده. بصوا بقى، ما شاء الله الخميرة بقت تمام وزي الفل خالص. بعد كده هجيب الدقيق، دول حوالي 4 كوبايات ونص من الدقيق، ونخلاهم كويس قوي. هنزل عليهم برشة الملح طبعا، وهننسى أهم حاجة رشة الملح في أي عجينة بعملها. هنزل بعد كده بالخميرة اللي أنا كنت عاملاها، وهاخد لها تقليبة بسيطة قوي قوي. وبعد كده هنزل بربع كوباية من الزيت، زيت نباتي. وبعد كده هقلب بقى بلبن، مش هعمل بيه ميه. بصوا، دي كانت نص كوبايه من اللبن دافيه برضو، وهبدا اعجن بيها. طبعا لو احتجت هزود، يعني على حسب الاحتياج العجينه، لحد ما تتشرب كويس قوي، وخلاص ستوب على كده. طبعا استحالة الاسباتشولا ان انا اقدر اعمل الم بيها العجينة خالص، لازم بايدي. تمام، بصوا العجينة بقت جميلة جدا وطرية قوي. طبعا هسيبها دلوقتي تخمر، هحط شوية زيت في قاع البولة، وبعد كده من فوق الوش. بعد كده هغطيها، وممكن يعني اسخن الفرن او ادفيه شوية واحط العجينة. مش هتاخد معايا حوالي 20 دقيقة. لكن لو سبناها شوية في الجو العادي او كده، او في مكان على جنب كده، ممكن تاخد لها ساعة، ساعة وشوية، لان برضو لسه الجو برد حبتين يعني. بس فسبتها بقى في الفرن، بصراحة ما خدتش وقت خالص. بصوا ما شاء الله، يعني نفخت وبقت حلوة. ودلوقتي بقى اقدر اشتغل بيها عادي خالص. هجيب بقى اللحمة. في شوية بقدونس كده كانوا عندي بصراحة، قلت الحواوشي ما بيحلى بالبقدونس مع اللحمة بيدي طعم حلو جدا. المهم جبت بقى البقدونس، قطعته وحطيته على اللحمة، وزي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اشتغل واعمل العيش بتاعي. بالنسبة لي اللي انا كنت عايزاه بقى رغيف محترم، يعني عارفين اللي هو ايه، العجينة مثلا ممكن تعمل 3 ترغفة، وممكن تعمل رغيفين كبار 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 يعني. فانا عملتها 3، قسمتها ل3، وده كان اول رغيف بالنسبة لي بعمله. هفرده كويس قوي قوي، واحط اللحمة وهقفل عليه. مش هعمل طبقتين بقى وكده، لا، هقفل عليه. وبعد كده افرد العجينة. طبعا اللحمة مع العجينة هتتفرد مع بعض هما الاتنين سوا. بس ممكن ترقق مننا شوية، وممكن تفتح معانا شوية، لان طبعا اللحمة فيها برضو ايه مية من الطماطم، ولما سيبناها شوية. بس نخلي بالنا ان احنا نتقد العجينة شوية. هجيب بقى صينية احط فيها شوية زيت، وبعد كده هجيب بيضة عشان ادهن الوش. عندك بقى سمسم، عندك حبة بركة، عندك مثلا زعتر، اللي انتي عايزاه وترشيه فوق الوش. مش عندك مفيش مشكلة برضو. البيضة هتخلي الوش يعني عارفين اللي هو محمر وحلو قوي وشكله جميل.
وبس هحطها بقى في الفرن على الرف الوسطاني على نار متوسطة، وأول ما تتحمر على طول من الطروف اروح مطلعاها فوق على طول. وبس ادي كده الاكلة بتاعتنا خلصت، واتمنى طبعا تجربوها بجد تحفة وحلوة جدا وهايلة قوي قوي قوي. ده عملت كمان رغيف تاني نفس الكلام برضو بوريكم نفس الطريقة. وطبعا اشوفكم على خير في سحور او فطار جديد. يلا باي باي.